رسميا نهاية القمة. المباراة انتهت بعد تلت ساعة من بدايتها. المباراة 3 الزمالك 0 الأهلي. الأهلي ما جاش، الأهلي لم يحضر لاستاد القاهرة بعد البيان اللي خرجوه، والأهلي ما جاش، واضطر الحكم محمود بسيوني بعد تلت ساعة وبعد اتصالات مع مراقب المباراة والجهات الخارجية إن الحكم بعد تلت ساعة بالتمام والكمال بيصفر وينهي المباراة لصالح الزمالك 3-0. المشهد رياضيا مش احسن حاجه، قلنا كده لما الزمالك انسحب قبل كده قدام الاهلي، قلنا ان المشهد مش احسن حاجه، عركه وخناقه، ما تعرفش الموضوع كبر بشكل غير طبيعي، تحس في حاجه مش مظبوطه، حاجه مش طبيعيه في الموضوع. ولكن في النهايه الزمالك بياخد 3 نقاط والاهلي ما جاش لاستاد القاهره. الاهلي المفروض خصم منه 3 نقاط بنهايه الموسم، هل ده اصلا هيحصل ولا لا؟ الله اعلم. المشهد في المدرجات كان جميل، جمهور الزمالك كان موجود وجمهور الاهلي كان موجود، والملعب كان شكله اكثر من رائع. الاهلي ما جاش والامور انتهت، واطلق الحكم صافره النهايه و3 نقاط تضاف للزمالك زي ما قلت من شويه. طبعا في كلام كتير طالع دلوقتي ان في حكم سعودي جاي في طياره خاصه بعد تدخل وزير الشباب والرياضه وما اعرفش ايه، وكلام كتير كده بيتقال على السوشيال ميديا. طبعا اعتقد بعد صفاره الحكم، اعتقد قانونا ما فيش حاجه اسمها ان الماتش يتلعب تاني يوم، يعني ما اعتقدش ان دي حاجه ممكن تحصل، واعتقد الزمالك ايضا مش هيوافق على حاجه زي كده، ولو اتعمل القصه دي الزمالك ايضا مش هيروح. فخلينا نشوف الامور هتحصل. اعتقد الامور مش هتعدي على خير، يعني الامور مش هتعدي على خير، هيبقى في عقوبات، هيبقى في شغلانه، هيبقى في ليله، ما اعرفش الدنيا هتمشي ازاي. ولكن اللي انا عارفه ومتاكد منه وواثق منه مليون في الميه ان هم مش هيزعلوا الاهلي، ان المنظومه الكرويه مش هتزعل الاهلي بشكل او باخر. الزمالك حاليا هيبقى عنده تمرينه في استاد القاهره، خلاص الماتش ما اتلعبش، الزمالك هيتدرب هيتمرن في الاستاد، هيعمل تمرينته النهارده بشكل طبيعي، ما كانش فيه تمرين الصبح لان اللعيبه كانت في معسكر، فالتمرينه اللي ما اتعملتش في ميعاد الماتش هيعملوا تمرينه، والراجل هيشتغل في التمرينه بشكل او باخر. بعد كده اللعيبه او التمرينه دي تبقى استعداد لمباراه يوم السبت القادم امام سموحه في كاس مصر. الزمالك كان اصلا معترض على مباراه الاهلي، مبدا تكافؤ الفرص لراحه الاهلي، اتحاد الكره رفض طلب الزمالك، فالزمالك واجل له بس ماتش سموحه 24 ساعه، فالزمالك هيستعد لمباراه سموحه اللي هتتلعب يوم السبت القادم باذن الله. خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي الفتره اللي جايه. طبعا في اول رد فعل للزمالك منذ قليل كان في خبر كده نازل بيقول لك قالوا للزمالك في كلام عن حكم سعودي او حكم اماراتي، والماتش ممكن يتلعب بكره ويتاجل 24 ساعه ويتلعب بكره. الزمالك قال لهم قمه ايه؟ القمه بالنسبه لنا انتهت تماما، الماتش كان النهارده، احنا رحنا والجمهور راح والدنيا راح والحكم راح والدنيا كلها راحت والاهلي هو اللي ما جاش، احنا كسبنا القمه والموضوع اتقفل بالنسبه لنا، احنا بنستعد لمباراه سموحه. ازمه الماتش ده مش تعدي على خير، هيحصل حوارات كبيره ما نعرفش هتوصل لحد فين، خلينا نشوف اللي هيحصل. بالنسبه لي المهم الزمالك اخذ 3 نقاط من المباراه. لما الزمالك كان انسحب المره اللي فاتت شفنا التريقه والكلام والكوميكس والحاجات اللي اتعملت على الزمالك، والاعلام الرياضي كان بيهدد الزمالك، والاعلام الرياضي كان بيتكلم على الزمالك ازاي، وكانوا بيتهموا الزمالك بايه، وكانوا بيقولوا على الزمالك ايه. خلينا نشوف ردود الافعال النهارده هتبقى عامله ازاي. الموقف هيبقى مغاير تماما، وكل اللي كان بيتريق على انسحاب الزمالك كانوا بيجيبوا صور زي دي لعيبه الاهلي والتريقه فيها على الزمالك، النهارده تلاقيهم واخدين موقف ازاي الاهلي ينسحب، الاهلي حقه ينسحب، الاهلي بيدافع عن الرياضه المصريه، وحاجات كده هنسمعها كتير قوي النهارده، ما تستغربوش. شكرا.